ضائعة. وأن نتعلم بسرعة، لأن في خلال أيام مواجهة صعبة أمام الكاميرون، أن لا نتعلم ببطء. قد يكون هذه الأخطاء متكررة ويكون للأسف لا ولا ما نتمنى أن يكون قد تكون أخطاء في المواجهة القادمة. أنا بقدرة ربي أنا متأكد أن الفريق المغربي سيمر إن شاء الله. لكن إن شاء الله بطبيعة الحال بقدرة المولى سبحانه. ولكن قلت العب بالنار لأنه شوف قلت لك الفرصة الثانية ثم العب بالنار في الدقيقة 95 وعند طيب تقريبا نهاية المقابلة في حالة أنت حالتك اللي ضربت الجزاء. طيب الحالة نشوفها ونشوف التعليق من الجميع. نشوف رأيك فيها فتحي هذه الحالة، رأيك فيها، وناخذ تعليق كذلك صابر وأحمد رأيك. شوف تتذكر البارح قلت عبارة قلت للمغرب احترم المنافس ولا ترحم المنافس. حتى انت قعدت طيب انت شنو قرارك؟ شوف اذا كان بالزاويه هذه ماهيش ما ترتقي الى ضربه جزاء. وكنت نتمنى انا لانه الاحتجاجات كبيره من البنك التنزاني واللاعبين كنت نتمنى ربما الفار يجي ويتاكد انه ما فما ضربه لا جزاء. بس الفار نبه الحكم لا ترتقي ان تصل الى الفار. صحيت ربما، ولكن انا في قناعتي ونحبش الناس الكل تسكت لانه فما برشا كلام وحديث عن كونه مجامله للفريق المحلي. انا يا اخويا الفار عيط له يتفرج خليه يقول. انا هذا اللي كنت عشان يشيل اذا في حراجات ولا في حراجات. صحيت. انا نحب الانتصار يكون دون غبار. جميل. الانتصار دون غبار. هقول لك رايي تفضل. انا شايفها اقرب لضربه الجزاء حقيقه، بكل انصاف وبكل حياديه شايفها اقرب لضربه الجزاء. وتعليقي الاول لا انت بس عفوا انت تشوفها اقرب الى ركله الجزاء. ضربه الجزاء لماذا وحنا نتابعها في يعني لانه فيها دفعه في الظهر مش في الكتف. فيها دفعه في ظهر اللاعب. طبعا قرار خلي بالك في قرارات بتبقى في قرار 50-50 ده طيب اقرب لضربه انت تشوفها اقرب الى ركله الجزاء. طيب في وجود الفار في وجود الفار لو احتسبت لن الوم الحكم او يعني انت قصدك تحتسب ولا تحتمل البتاع ولكنها اقرب بنسبه انا شفتها 20 مره. شفتها كتير يعني شفتها كتير. انا في رايي الشخصي انها اقرب لضربه واحتجاج دكه البدلاء التنزانيه دول ما يعني دول حرين معاهم الحق ده طبيعي. كل واحد بيحاول يمارس الضغط براحته. بس انا الجزئيه اللي انا عايز اعلق عليها لا بس لا بهالنقطه لا ما تعلق. لا خلينا في هالنقطه. في هالنقطه صابر يا اما ان تكون ضربه جزاء او لا تكون. لا يوجد في قانون كرة القدم أقرب إلى ضربة جزاء منها أبعد من ضربة جزاء. هذا أول تعقيب. لا يا إما أن أقول ضربة جزاء موجودة أو أقول أن ضربة جزاء. طيب رأي صابر. لا هو يقول يا بدر احنا كده بنتلاعب بالألفاظ وخلاص. في 90% لا صابر ما تلاعب بالألفاظ. لا بس في 90% من القرارات أصله ما فيش يا مشاري. بس خليه يكمل على أساس ونرجع في تلاعب. أنا أفضل أن تقول هذه ضربة جزاء أو تقول هذه ليست. هو قال لك اقرب لركله الجزاء. انا لما بقول بس ما كنقولوش اقرب. ما فيش حاجه سميتها اقرب. فيها يا اما ضربه جزاء يا ابيض يا اسود. ليش؟ اما ضربه جزاء او ما فيش ضربه جزاء. انت زعلت يعني؟ لا بس عشان نعرف. انا عملت لا بس عشان تصل الفكره. لا مو زعل. انا ما لا ليس زعل. شوف هذه لا يمكن قطعا ان تحتسب ضربه جزاء. صابر يقول لك اقرب. انا اقول لك لا ده رايي انا. اي طيب انا لو قال هو موجوده ضربه جزاء كنت احترمه. احترم رايه لانه يقول ضربه جزاء. هو قال لك اغرب يعني يعني قال لك اغرب يعني ما معنى اقرب صفرة ولا ما طيب اسال صابر تسالني يلا اسال صابر. لا صفرة ولا ما صفراش يا بعيدا عن لا بس خلينا بالركله الجزاء دي. اي بالجزئيه. انا في الجزئيه دي في قرارات كتير جدا بتحتمل وتحتمل ما يقول لك تحسب وما تحسب. بس هي اقرب لضربه الجزاء معناها ان هي ضربه جزاء. يعني انت رايك اقرب. هي نفس المعنى. طيب شو اللي فرق يا حبيبي؟ خلاص كلامه واضح. لا واضح. انا نحب هذا. لا انه في ضربه جزاء. اكمل كلامي بس بيكمل واعطيك في الجزئيه ديت. انا طبعا انا هدفي الاهم احنا ايه اللي وصلنا للمرحله ديت. لانه ده درس كبير جدا يجب ان ينتبه للمنتخب المغربي وبقيه برجع لك بتعقب برا ركله الجزاء. بس دي نقطه مهمه وعايز ارجع لك حقك يا صابر. لا في ركله الجزاء عشان نعطي حساب. شوف انا من بالعين المجرده عمليه احتكاك بدني واضحه. ترى فتحي قال ان المغرب لعبت بالنار. لا يعني لكنها لم ترتقي الى قال لعبت بالنار. لعبت بالنار معناه
انها كان بامكانها ان تؤمن النتيجه ولم تؤمنها. قد يكون نفس سيناريو منتخب تونس بالامس، ركله جزاء في اخر شيء، صح؟ ممكن صح؟ ممكن في سيناريو ممكن ثاني. شوف سيناريو هذه عمليه احتكاك بدني بمعنى ان اللاعب المغربي لا هو سحب المدافع المهاجم التنزاني من منطقه العمليات ولا هو اعاقه. بالنسبه عملية لك احتكاك ما بدني. تصل الى ركله لا جزاء أبداً. نهائيا ولا أبداً. 1%. وانا ممكن انه نستنجدوا إيه؟ باختصاصي التحكيم ليؤكد ذلك. حكم لا. الوسط انتظر يا اخي وصلت الاختصاصي، قصدك صابر وما طيب يسال الامم المتحده انت. حسام ركله الجزاء. أنا أقول أن هذه الحالات لابد أن يكون رأي مختلفة، وحتى الحكم إذا كان مثلا ثلاثة حكام هناك، واحد منهم يقول ركلة جزاء. يا حسام يا صديقي، انتظر. يا حسام يا صديقي، انتظر. نريد صراحة انتظر. منك. نعم إيه؟ انتظر. ولكن أنا حسام الدين ايه إذا كنت الحكم ايه أقول ركلة جزاء إذا كان لي الحكم. لماذا؟ لأن أولا الكرة، لأن أولا المدافع وانت تشاهد المغرب ايه استخدم يده. استخدم يده يعني في إعاقة، و... في أنا إعاقة. أقول أن هناك خطأ، لكن إيه؟ لكن هذا ما رأيت. ولكن أنا أيضا أقول أن هل المهاجم ايه أن أقول المهاجم إيه؟ هل يدي المدافع هو الذي هل وقوع بنسبة الخطأ أم الخطأ مبالغ أو- فيه؟ مبالغ فيه. نعم إيه، هذا كان هو- مبالغ. وهذا لأن لما رأيت وشاهدت مرات نعم. ممكن أن نقول أن الحكم يرى أن المهاجم بالغ. أنت قرارك ركلة جزاء. ليس قرار فكرة. لو كنت حكما ستحتسبها ركلة وليس جزاء. قرار وأقول فكرة، ولكن أنا أقول لا حسام لحظة أنت رأيك أن هذه ركلة جزاء لو كنت أنت حكما. نعم. صحيح. نعم، صحيح. سيزعل عليك بدر الدين ولكن- والجماهير المغربية ستزعل. قراري ولكن قراري أو فكرتي يا حسام لا الدين. يبدو أن الحكم حكم أنت ليس حكم. لكن أنا أقول أن المشكلة أن الحكم لا يعود إلى الفار. هذا هو المشكلة. يعني اتفقت مع فتحي. نعم، هذا هو المشكلة. لو ذهب إلى الفار أنهى الجدل. لما رفض الحكم أن يعود إلى الفار، جميل. هذا هو المشكلة. فتحي. لا نعم. في كلمه فقط لانه بدر ربما عنده الكل شرح. الكلمه كل شوف وقت اللي قلت المغرب لعبت بالنار نعرف ايش نحكي. معناها الفرصه نتاع الشوط الاول، الفرصه نتاع بدايه الشوط، ثم تخلي روحك لدقيقه 94 كيما تونس البارح ل 94 وما فماش معناه سيطره ميدانيه للمغرب، تخلي روحك تحت رحمه اي عمليه فيها نقاش. اذا هذاك علاش المغرب لعبت بالنار. وقلت انا تتكلموا على سيناريو حبيت وتمنيت لو الفار يعيط له ويقول له اجا شوف جميل. حسما ما نحبش اي انتصار يكون فيه تشويش. احنا بنتكلم على سيناريو تونس بالامس بتاع اللحظات الاخيره، وما تكلمناش على سيناريو المغرب نفسه. يعني من لم يتعلم من الدروس فلا يلومن الا نفسه. المغرب نفسه في مباراه المالي في الثواني الاخيره كانت في كره فيها كلام كبير انه ممكن تكون ضربه جزاء في مباراه مالي. يعني تخيل في اللحظات الاخيره وكان فيها شك، البعض قال انها ضربه جزاء صحيح في مباراه مالي، وانتظرت حتى اللحظات الاخيره عشان تحسم المباراه. لذلك انا بقول دايما انه المنتخب اللي عنده كل هذه المقومات وكل هذه القدرات عليه ان يجهز على المنافس مبكرا ويحسم المباراه مبكرا، حتى لا احنا شفنا التحامات قويه. كل اللي انا حذرت منه امبارح يا مشاري الالتحامات القويه والخوفا من الاصابات، كل ده شفناه في الشوط الثاني. لكن ترى حسام اتفق معاك انها ركله جزاء. يعني بدر وفتحي حسام اتفق مع صابر انها ركله جزاء، وانت فتحي انا قلت ترجع للفار. اي ترجع للفار. يعني انت قد تكون يا حسام تعرف ايش قال؟ قال ضربه جزاء لكن مش يسددها مش يفلتها.
فكره ليس قرار. قرار خلاص هي قرارات ونقاش. هو لا يتخذ قرارات، هو قال لك مجرد فكره. ذكرت في البدايه ان عندك نقطه في المغرب. ما هو انا بتكلم لان انا اتكلمت بالامس على هذا السيناريو، وتمنيت ان المنتخب التنزاني لا يقارن بالمنتخب المغربي. لا تلومن الا نفسك، لما تسيب الامور معلقه حتى اللحظات الاخيره كان ممكن اي شيء يحصل. سيناريو، تخيل كل هذا الجمهور اللي اتكلم عنه فتحي، كان ممكن يحصل سيناريو مخالف، كان ممكن تحصل اصابات لا قدر الله. ولكن المنتخب المغربي عليه ان ينتبه جيدا، لم يكن مقنعا حتى الان في اي مباراه كامله، وده امر يحسب على وليد الركراكي وبقيه اللاعبين.